حركات الاقتصاد بغية دعم المواطن وإنصاف الفئة الهشة في المجتمع. كما استقبل السوداني رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وناقش الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية للقيام بواجبها الوطني في تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتي بحسب بيان لمكتب السوداني. والمالية النيابية تعلن توحيد سلم الرواتب قريبا. كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بيّنت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري، لافتا لأنها تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخ القانون. وأضاف الكاظمي أن القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف، مبينا أن القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف. وتابع معين الكاظمي أن بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسلم الرواتب. وأياد علاوي يعلنها: نريد انتخابات مبكرة جديدة. أكد ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي اليوم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة وفق الموعد المحدد لها، فيما حذر من تداعيات تأخيرها. وذكر الائتلاف في بيان: عقد ائتلاف الوطنية بحضور زعيمه أياد علاوي وعدد من الشخصيات الوطنية التي انضمت إلى ائتلاف الوطنية وفي مقدمتهم باسم الشيخ اجتماعا موسعا ناقش خلاله مستجدات الوضع السياسي في العراق. وأضاف: ناقش الاجتماع بشكل مفصل مسألة الانتخابات المبكرة، حيث أكد المجتمعون على أن المهمة الرئيسة للحكومة الحالية برئاسة محمد الشيع السوداني تكمن في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة وفق المدة التي حددها البرنامج الحكومي، على أن يسبق إجراؤها تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات باتجاه لاعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وتغيير مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية انتخابات قضائية جديدة على أسس مهنية واستقلالية.